مستمرون في معركة عمود حوران التي أعلناها بتاريخ 27/12/2012 حتى دحرهم والنصر بإذن الله وعونه. جميل. وكنا نشاهد قبل قليل بعض المقاطع التي توضح أن أبطال الجيش الحر ما زالوا هناك ويدمرون أيضا الدبابات، وهذا أيضا مقطع يوضح تواجد أبطال الجيش الحر مع دباباتهم في تلك المنطقة. سيد أبو كامل، عملية محاولات دخول خنازير الأسد إلى بصر الحريق، هل يرافقها قصف عنيف بالدبابات، عفوا قصف عنيف بالطائرات؟ هل حاول الجيش الحر أو أسقط إحدى الطائرات في تلك المنطقة؟ أخي الكريم، هناك قصف بالطائرات، قصف عنيف، وقصف بالراجمات بالدبابات، ولكن لم نتوفق. يعني الطيران على مستوى عالي من الارتفاع، لا يستطيع أن النزول إلى مستوى، يعني يضربنا ويقصفنا من بعيد. ليس لديه هناك الجرأة للتقدم باتجاهنا. جميل. هم طبعا بلا تأكيد كالجرذان. إذا سيد أبو كامل، ما هي المناطق التي نستطيع أن نقول أنها محررة حاليا في درعا؟ أخي الكريم، المنطقة الشرقية بشكل عام من محافظة درعا. نعم سيد أبو كامل. إذا يبدو أن الاتصال فقد مع السيد أبو كامل من درعا، وهو قائد كتيبة خيالة الزيدي. شكرا جزيلا لك.